ازيكم يا حلوين؟ النهاردة هحكي لكم حدوتة لولي واللعب مع الصحاب. في يوم جديد في المدرسة، لولي شافت كل الولاد بيلعبوا مع بعض ومبسوطين. لولي كانت واقفة بعيد وعمالة تبص على الولاد وهما بيلعبوا مبسوطين، وكانت عايزة تلعب معاهم. لولي قربت منهم وقالت لهم: ممكن ألعب معاكم؟ الولاد بصوا لبعض وقالوا لها: لا، مش هينفع، انتي مش صاحبتنا. لولي اتضايقت قوي وحست ان مفيش حد عايز يلعب معاها. فريد شاف لولي وهي قاعدة لوحدها ومتضايقة، قال لها: ما تزعليش يا لولي، تعالي نلعب احنا مع بعض. ردت عليه وقالت له: انا متضايقة قوي يا فريد. المدرسة بتاعتهم شافت كل اللي حصل، جمعت كل الولاد وقالت لهم: هو احنا بنكون صحاب قبل اللعب، ولا اللعب هو اللي بيخلينا نكون صحاب؟ الولاد كانوا ساكتين وعمالين يفكروا. المدرسة قالت: احنا مش لازم نكون صحاب من زمان عشان نلعب مع بعض، اللعب بيقربنا من بعض وبيخلينا نكون صحاب. وبصت للولاد وقالت لهم: مين فيكم حابب يكون عنده صاحب جديد النهاردة؟ الولاد كانوا متحمسين جدا ورفعوا ايديهم عشان يكون عندهم صحاب جداد، وقعدوا يلعبوا مع بعض كلهم وكانوا مبسوطين قوي، وفهموا ان اللعب بيخليهم يتعرفوا على صحاب جداد. وتوتة توتة خلصت الحدوتة.